خليني هقولك حاجة يمكن تخوفك شوية. مش كل الناس في حياتك ينفع يكملوا معاكي لو انت بقيتي صح. كتير مننا اتربى على فكرة اني بيحط حدود يبقى اناني قاسي او بيحب نفسه زيادة، فبنفضل ساكتين نستحمل وبنضحك ونقول مش مشكلة لحد ما نيجي في لحظة نكره الناس ونكره نفسنا. النهاردة بقى مش هنعلمك تخسري الناس، النهاردة هنعلمك تخسري وجع. مبدئيا كده يعني ايه حدود اصلا؟ ايه حدود؟ مش اوامر ولا تهديد ولا تحكم. الحدود هي تعريفك لنفسك، اللي تقبليه واللي ما تقبلهوش، ازاي الناس تتعامل معاكي. الحدود بتقول دي مساحتي ودي طريقتي. طب يا دكتور ليه بنخاف نحط حدود؟ بسبب 3 حاجات. اول حاجة خوف من الرفض، عقلنا الباطن بيقول لو اعترضتي هيسيبك. تاني حاجة الخوف من الذنب، خصوصا لو اتربيتي ان رضا الناس انك انسانة كويسة. تالت حاجة الخوف من المواجهة، لان المواجهة محتاجة شجاعة مش عصبية. طب ازاي احط حدود من غير ما اخسر الناس؟ الخطوة الاولى اعرفي حدودك الاول. ما ينفعش تحطي حدود وانتي مش عارفة انتي بتتأذي من ايه. اسألي نفسك امتى بتتخنقي، امتى بتحسي انك مجبرة، امتى بتقولي حاضر وانتي عايزة تقولي لا. دي اشارات حدود، خلي بالك. الخطوة التانية ابدأي بصيغة انا. بدل انت دايما بتضغط قولي انا بحس بضغط لما الموضوع ده بيتكرر. ليه؟ لان صيغة انا بتقلل الدفاع وتفتح باب الاحترام. الخطوة الثالثة قولي لا من غير تبرير زيادة. دي اصعب حتة على فكرة، احنا اتعودنا نبرر كأننا في محكمة، لكن الحقيقة الناس اللي بتحترمك مش محتاجة شرح. جمل قوية زي مش هقدر او مش مناسب ليا او ده مش قراري، وسكوت بدون تبرير. الخطوة الرابعة توقيت الحدود. الحدود لما تتحط بدري بتساوي احترام، لكن الحدود لما تتحط متأخر استغراب. هي ازاي بتعترض على الفعل ده وهي بالنسبة لها عادي؟ ما تستنيش حد ما تعيطي، قولي من أول دقيقة. خلي بالك الحدود الوقائية أذكى من الحدود الدفاعية. الخطوة 5 خلي كلامك ونبرة صوتك واحدة، مش لازم عصبية وزعيق وتوتر. الهدوء بيوصل إنك واثقة مش بتتخانقي. نبرة هادية يعني قوة. الخطوة السادسة توقعي المقاومة، ودي أهم نقطة نفسية. أول ما تحطي حدود هتلاقي استغراب وزعل واتهام بأسوأ. خلي بالك ده طبيعي لأن غيرتي قواعد اللعبة. ما تزعليش وما تتراجعيش، المقاومة مش دليل إنك غلطانة. الخطوة السابعة الفرق بين الزعل والرفض. في ناس تزعل وتراجع نفسها وفي ناس تزعل وتضغط أكتر. طب إيه الفرق؟ الأول بتستاهل محاولة، لكن التاني محتاجة تبقي ثابتة وواثقة في مبدئك. الخطوة الثامنة في حدود أفعال مش كلام. ما تقوليش مش هحبك كده تاني وتكملي. اعملي انسحاب وتقليل تعامل وتغيير الردود. التغيير هو بيثبت لحد ده إن عندك مبدأ واقف عنده. الخطوة التاسعة تكبر خسارة البعض، ودي أقصى مرحلة. بس خليني أقولك اللي يحبك هيتأقلم واللي هيستنزفك هيختفي، والاختفاء أحيانا رحمة. وأخيرا تحذير مهم جدا ليكي، لو حطيتي حدود وحسيتي بذنب قاتل ده معناه إنك عندك برمجة قديمة مش إنك أنانية. الشعور بالذنب علامة شفاء مش غلط. الخلاصة الحدود مش هتخليكي لوحدك، الحدود هتخليكي صح. مش كل الناس هتفضل، بس اللي هيفضل هيبقى بجد. افتكري دايما اللي يخسرك بسبب حدودك كان كسبان على حسابك. لو حابة اكتبيلي في الكومنتات ايه اكتر حد محتاجة تحط معاه حدود ومش قادرة. بس كده كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك، ولو استفدتي منه شاركيه مع أصحابك. سلام.